سئل ليونيل ميسي بعد اعتزاله: من سيهيمن على كرة القدم العالمية؟ إجابته صدمت الجميع. أصر الصحفي وسأله: أعطنا أسماء اللاعبين القادرين فعلا على أخذ مكانك في تاريخ كرة القدم. ميسي يتنفس بعمق، يفكر قليلا ثم يرد: الكثيرون يتحدثون دون أن يفهموا اللعبة حقا، لكنني سأقول الحقيقة. هناك 5 لاعبين يمكنهم إيصال كرة القدم إلى القمة. في المركز الخامس يذكر فلوريان فيرتس: موهبة استثنائية بكل المقاييس، رؤية مذهلة، ذكاء نادر، ولاعب قادر على تغيير مجرى المباراة بمفرده. في المركز الرابع يضع رودريغو، لأنه يمتلك عقلية الكبار والقدرة على الظهور في اللحظات الحاسمة وصناعة الفارق عندما لا يتوقعه أحد. في المركز الثالث يختار إندريك، الشاب الذي يدخل عالم الكرة كنجم منذ الآن، بقوة بدنية مذهلة ونضج صادم بالنسبة لعمره. في المركز الثاني يفاجئ ميسي الجميع باختيار غافي، يقول عنه إنه محارب، قائد بالفطرة، يمتلك عقلية لا يملكها سوى القليل من اللاعبين. لكن انتبهوا، الصدمة الكبرى تأتي الآن. في المركز الأول يذكر ميسي اسما يجعل العالم كله يرتجف: لامين يامال، يؤكد أنه اللاعب الذي سيكتب التاريخ والذي يستطيع فعلا تغيير مستقبل كرة القدم. تصريح أشعل عالم الكرة بالفعل. وأنتم هل تتفقون مع ميسي؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.